هي أسرع موتوسيكل عند سونيك. هنعمل سباق بكل موتوسيكلات سونيك عشان نشوف أنهي واحدة أسرع. هيكون في موتوسيكل سونيك، موتوسيكل سوبر سونيك، موتوسيكل دارك سونيك، موتوسيكل روبي سونيك، موتوسيكل هايبر سونيك، وكمان كتير. وكمان في موتوسيكلات سرية. يا ترى إيه هي أسرع موتوسيكل؟ يلا بينا. طيب يا جماعة، أهلا بيكم في السباق الرهيب والملحمي ده لموتوسيكلات سونيك. لأنكم شايفين صح، إحنا هنتحدى كل موتوسيكلات سونيك في سباق واحد، ومنهم طبعاً واحدة بس هي اللي حتكون الفايزة والأسرع فيهم كلهم. وكمان فيه موتوسيكلات سرية، أنهي واحدة فيهم حتكون الأسرع؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، عشان دلوقتي جه وقت البداية. وأول حاجة هنبدأ بيها هي موتوسيكل سونيك المستوى الأول، أضعف واحدة فيهم. بصراحة شكلها يزعل شوية. تمام كده احنا جاهزين، نبدأ في 3 2 1 وابتدينا. يا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ بصراحة هو بيحاول، بس هو ركبه بطريقة سيئة لدرجة إن دماغه بتخبط في عجلة الدراجة. إحنا غالباً قدام أسوأ حاجة بين العجلة والموتوسيكل في تاريخ سونيك. بس على أي حال، زي ما أنتم عارفين، عندنا 30 ثانية بس علشان نخلص كل المدمار ده، واللي يخلص أو يوصل لأبعد نقطة في الوقت ده هو اللي هيكسب. فإحنا شايفينه دلوقتي بيحاول بكل طاقته. هو دلوقتي دخل الأنبوبة الصفراء اللي هي أول واحدة فيهم، وبيحاول يوصل لأبعد نقطة ممكنة، بس الموتوسيكل ده مش مساعده خالص بصراحة. يلا بينا. أول موتوسيكل لسونيك دلوقتي نازل على المنحدر، شكله بدأ ياخد سرعة أكتر شوية. لسه مكمل، بيضغط بكل قوته وبيحاول لحد الآخر، بس شكله هيقف هنا عشان وقته بيخلص. في 3 2 1 انتهى الوقت. وبكده عندنا في المركز الأول سونيك الرفيع الهزيل، المستوى الأول، لأنه كان الوحيد اللي شارك. وخلي بالك دلوقتي جايين مع واحد أسوأ كمان، سونيك الوحش وموتوسيكل الوحش بتاعه. يلا يا سونيك الوحش، ورينا تقدر تعمل إيه. في 3 2 1 ويلا. خلص الوقت. بصراحة هو مش سريع قوي برضه، بس على الأقل سونيك الوحش بيعرف يسوق الموتوسيكل مش زي التاني. يلا يا سونيك الوحش، ورينا تقدر تعمل إيه في 30 ثانية. يا نهار أبيض، سرعات رهيبة، أكيد ماشية على الأقل 5 كيلومتر في الساعة. إيه الجنون ده؟ بيتحرك في الأنبوبة الصفراء كلها وبيعملها أحسن بكتير من المتسابق اللي قبله، لازم نعترف بكده. وخلي بالك لأنه وهو نازل بياخد سرعة تحسد عليها. أيوة، لسه مكمل ولسه قدامه شوية وقت. هو بيعدي سونيك الرفيع أهو، دلوقتي جاي يوصل للأنبوبة الرمادي، بياخد هناك دفعة كويسة ويطلع. بس يا نهار أبيض، الموتوسيكل مش مساعده قوي. فوق هنا بيدوس بكل اللي عنده وبيستعجل عشان وقته قرب يخلص. بياخد دفعة بس وقته بيخلص فيه. 3 2 1 انتهى الوقت. يعني هو كده في المركز الأول بوضوح، لأنه بصراحة التاني كان سيء جدا. وخلي بالك الأمور بتبدأ تبقى جد مع موتوسيكل سونيك العصري. الموتوسيكل ده فعلا جامد، ويلا نشوف هيقدر يعمل ايه في 3 2 1 وبيطلع بكل قوته. طيب الموتوسيكل ده فعلا حاجة تانية. هنا بدأنا نشوف مستوى سرعة مناسب أكتر، وكمان عمل ويلي جامد جدا. بصراحة كانت مفاجأة، نزل على مستوى الأنبوبة الصفراء بسهولة وسرعة كبيرة. بجد سونيك ده فاهم أكتر بكتير من الباقيين، هياخد القفزة وهنشوف ليه داخل بكل قوته. واو، هيحاول يعمل حركة الطيران بالموتوسيكل، هو بيعملها كويس جدا، والهبوط كان مثالي. ومع الهبوط الجامد ده هيعمل القفزة الكبيرة دي، كمان بينزلق في الهواء كويس. لسه مكمل، بس هنا بدأ يغلط شوية. يا ساتر، الموتوسيكل خرج عن سيطرته ووقته بيخلص في 3 2 1 انتهى الوقت. يعني كده عندنا سونيك الحديد في المركز الأول، فعلا عملها أحسن بكتير. وده يخلينا مع سونيك بتاع الفيلم والموتوسيكل الجامد بتاعه. نشوف هيقدر يعمل إيه ده. أهو بيجهز الموتور ومستعد في 3 2 1 وانطلق بكل قوته. عمل ويلي جامد
وابتدى يزود السرعة كويس جدا. سونيك ده فعلا يقدر يعمل أكتر بكتير، سايق الموتوسيكل باحتراف، وبيستغل كمان التربو اللي في الموتوسيكل بتاعه. يا سلام، سبق سونيك الرفيع وخد دفعة قوية. يا سلام، سبق كمان سونيك القبيح واستخدم التيربو. واو واو واو، خلي بالك هو بيستخدم الطيران وشكله حينزل على الأنبوبة على طول. يا سلام، بس عشان سونيك سريع جدا الموتوسيكل بتاعه مجنون، ودلوقتي بياخد البوست من الأنبوبة الزرقاء وبيكمل قدام الكل عكس كل التوقعات. يا لهوي على سرعة سونيك، مين يقدر يوقفه؟ مفيش حد خالص. خلي بالك هو بياخد الأنبوبة وبيفقد شوية سرعة، بيحاول يضغط في الآخر بس بدأ يفقد السيطرة شوية. سونيك بيحط كل قوته ووقته بينتهي عند 3 2 1. انتهى الوقت. يعني دلوقتي عندنا سونيك الفيلم في المركز الأول. دي فعلا كانت سرعة وحاجة جد شوية. وخلي بالك دلوقتي جايين مع ناكلز وموتوسيكله الخاص اللي فيه 3 عجلات. أهو بيجهز نفسه وبيسخن الموتور ومستعد تماما في 3 2 1 وبيطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، الموتوسيكل اللي مع ناكلز جامد جدا، صعب يطلعه على عجلة واحدة بس قوته رهيبة، ماشي بسرعة جدا وأكيد عنده فرص كبيرة يكون في الصدارة. أهو بيعدي على الكل بقوة. برافو، خبط سونيك الرفيع. يا نهار أبيض يا ناكلز، بيشيل الكل من طريقه. مش عارف إذا كان هيكسب ولا لأ، بس أكيد هيقلب الدنيا، ده واضح. كمان خبط سونيك القبيح. خد التيربو. مش معقول، يا نهار أبيض، إيه الحركات دي؟ ونزل على الأرض. تمام، ودلوقتي على الأنبوبة الزرقاء، قفزة جامدة، وكمان عمل حركة في الهواء. بدأ يسرع مع إنه وقته بيخلص، بس خبط التاني قدامه ووقته بيخلص في 3 2 1. اندفاع أخير، النهاية، وخلص الوقت. وبكده عندنا ناكلز في المركز الثاني. أداء عظيم، بس لسه ما وصلش لقمة الجدول. ولسه يا جماعة عندنا موتوسيكلات كتير هنتفرج عليها، وكمان الشخصيات السرية. عايزين تشوفوا مين هم؟ يبقى حضروا نفسكم عشان جيم سريع. دلوقتي عندك 20 ثانية بس علشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تفتح الموتوسيكلات السرية. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة موتوسيكل سونيك هتقدر تاخد الموتوسيكل اللي انت عايزه من سونيك. فلو مكانك هسرع، الوقت بيخلص. لا طيب أظن إنكم كنتوا كويسين جدا وتستاهلوا تفتحوا الشخصيات السرية. يلا بينا على أول موتوسيكل سري، وهو موتوسيكل سونيك الذهبي. رهيب صح؟ والموتوسيكل السري اللي جاي والأخير هيتفتح في آخر الفيديو، فاستنونا. مع السلامة، لأن دلوقتي دور شادو مع الموتوسيكل المميز بتاعه. أهو بيحرق كاوتش. جاهز، ينطلق في 3 2 1. وطلع شادو بكل قوته. يا سلام يا سلام يا سلام، بصراحة هو لحد دلوقتي ماشي كويس جدا وسرعته حلوة. كلنا عارفين إن شادو سواق موتوسيكلات محترف. قليل قوي لما تلاقي سواقين زيه حتى بإيد واحدة بيعملها، حاجة مش معقولة. ودلوقتي رايح على الرامب، بيعمل طريقة الطيران المدهشة، وخلي بالك بينزل على طول في الأنبوبة الزرقاء. يلا يا شادو، دايز جامد بكل قوته. أهو قدامنا، مش ممكن حد يوقفه. بيحاول يروح بأسرع ما يمكن عشان يحاول يتفوق على ناكلز وسونيك. هو بيبذل أقصى جهده، بس لازم يسرع عشان وقته هيخلص. أتخطى ناكلز ووقت شادو هيخلص في 3 2 1. انتهى وقت شادو. واو، يعني شادو بصعوبة شديدة سبق سونيك وبقى في المركز الأول. مفيش حد أحسن من شادو على الموتوسيكل. وخلي بالك دلوقتي دور فيكتور الرهيب بالموتوسيكل الغريب ده. ها هو أكبر من الموتوسيكل نفسه، بس جاهز في 3 2 1. وفيكتور انطلق بكل قوته. طيب، المسكين بالكاد يلاقي مكان على الموتوسيكل، بس فعلا بيحاول على الآخر. وبصراحة الموتوسيكل سريع جدا. أظن كلنا متفاجئين من موتوسيكل فيكتور.
الموضوع صعب في السواقة، لكنه فعلا بيعمل شغل عاليا جدا. لسه مكمل، بيستخدم دفعات السرعة فقد السيطرة شوية، بس رجعها تاني، وبيعمل قفزة جامدة. ها هو بيقع وبيقع أخيرا هبط. دلوقتي بيبدأ يدوس بكل قوته مع إنه معاه موتوسيكل أظن مش قد كده، وها هو بيهبط. واو، عملها صح، لسه مكمل بكل قوته يا فيكتور. وخبط في موتوسيكل سونيك، بس رجع تاني للطريق. فيكتور مذهل، فعلا بيعمل شغل رائع بشكل مفاجئ. تقريبا مش لاقي مكان على الموتوسيكل، بس ماشي بسرعة. هيعدي ناكلز ووقته هينتهي فيه. 3 2 1 انتهى الوقت. يعني لسه في وقت. عندنا فيكتور اللي دخل في المركز الثالث. فيكتور عملها كويس جدا، لكن دلوقتي نروح لسيلفر، القنفذ بتاع المستقبل، ومعاه الموتوسيكل المستقبلي بتاعه. خلي بالك من الموتوسيكل ده بتاع المستقبل، شكله هيعمل شغل جامد. في 3 2 1 وسيلفر انطلق بكل قوته. يا نهار أبيض، الموتوسيكل ده جامد جدا، سريع بشكل رهيب وشكله تحفة. أهو سيلفر مش بيبطل يدوس عليه، وكمان عنده فرص كبيرة يوصل بعيد جدا. بياخد دفعات التربو ويدوس بكل قوته. طيب ودلوقتي هيعمل القفزة، بيعمل طيران بالموتوسيكل بشكل خرافي. يا سلام، هبوط جامد جدا، مكمل في الأنبوبة الزرقاء كلها. يا جماعة، أظن عندنا مرشح ممكن يكسب. شوفوا بس إزاي بيتحكم في الموتوسيكل، شوفوا إزاي بيروح من ناحية للتانية. الموضوع جنان فعلا، لسه مكمل بأقصى سرعة. سيلفر ما خلصتش، لازم تسرع عشان وقته هيخلص. سيلفر خلص في 3 2 1 الوقت انتهى. وبكده عندنا موتوسيكل سيلفر اللي بقى في المركز الأول كأسرع واحد. أيوة، وخلي بالك إحنا داخلين على مستوى أعلى مع موتوسيكل سوبر سونيك. جاهز يا سوبر سونيك؟ يلا نشوف هتقدر تعمل إيه في 3 2 1 وقت سوبر سونيك. يا نهار أبيض، عنده تربو جامد قوي في الموتوسيكل بتاعه، مسيطر كويس جدا على الموتوسيكل، وبصراحة عنده بوست جامد بيزود سرعته بشكل كبير. هو ماسك أول مطلع وكمان أخد النطة. طيران خرافي من سوبر سونيك. دلوقتي بيحاول يهبط مباشرة في الأنبوبة الزرقاء. يا لهوي على السرعة اللي ماشي بيها يا جماعة، ده مستوى تاني خالص. سوبر سونيك مش بيبطل يجري بسرعة خارقة، فعلا اسمه على مسمى. سايب وراه ناكلز وسايب وراه فيكتور، عمل دريفت جامد وضغط بكل قوته. لسه مكمل وبيتحرك لقدام، شكله مش ممكن يتوقف، بس لازم يسرع أكتر لأن وقت سوبر سونيك هينتهي في 3 2 1 انتهى وقت سوبر سونيك. وبكده عندنا سوبر سونيك اللي بقى في المركز الأول وهو أسرعهم كلهم. وخلي بالك دلوقتي هنشوف موتوسيكل سوبر سونيك 2، شكله قوي جدا. سوبر سونيك 2 جاهز يديها، كل اللي عنده في 3 2 1 وطلع بأقصى سرعته. التربو الجامد ده حاجة جنان. يا نهار أبيض، شوف إزاي سايق الموتوسيكل، عامل شغل جامد وسرعته عالية جدا. أخد أول قفزة، وخلي بالك لأنه رايح على اللي بعده. قفزة خرافية منسقها عشان يهبط بسرعة مثالية. أهو سوبر سونيك 2. يا نهار أبيض، ده شكله بيجري على الحيطان وكل حاجة. إيه الجنون ده؟ إزاي بيعمل كده؟ سرعته الرهيبة اللي ماشي بيها، شكله فعلا ما يتوقفش. ابتدى يسبق الكل وبيستعجل على قد ما يقدر عشان الوقت خلاص قرب يخلص. وعلشان كده سوبر سونيك 2 هيقف هنا في 3 2 1 الوقت خلص. وعلشان كده سوبر سونيك 2 بياخد المركز الأول بأداء رائع جدا. وده يخلينا نروح لدارك سونيك والموتوسيكل بتاعه. ها هو دارك سونيك بيسخن وبيستعد في 3 2 1 دلوقتي دور دارك سونيك. يا نهار أبيض، سرعته رهيبة جدا، نادرا ما شفت حاجة زي كده. شوفوا بس الموتوسيكل ماشي بسرعة ازاي، شكله
مستحيل حد يوصله. القفزة دي لوحدها رهيبة، وهبوط من أول مرة جامد جدا. اللي حصل ده كان جنان. دلوقتي بيطلع على الحيطان. يا نهار أبيض، بس مفيش حد يقدر يوقف الوحش ده. لفة جامدة ودخل على الجزء البنفسجي. دارك سونيك على الموتوسيكل بتاعه شكله مش ممكن يتوقف خالص. أهو بيتقدم وسايب الكل وراه. يا لهوي، سرعته رهيبة. بيعدي سوبر سونيك 2 وبيسرع عشان وقته بيخلص في 3 2 1. الوقت خلص عليه، وبعد أداء مذهل بيتصدر المركز الأول. يا نهار أبيض، مين هيقدر يتفوق عليه؟ طيب، يمكن سوبر دارك سونيك يقدر بدراجته. خلي بالك من الوحش ده، ومعاه الموتوسيكل الجبار والسريع جدا في 3 2 1، وبيطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، مش عايز أخوفك، بس يظن الموتوسيكل ده أسرع حتى من بتاع دارك سونيك. أهو خد أول قفزة، وفي ثواني قليلة بس بقى بيقفز. يا لهوي على الجنون وعلى الهبوط ده. بياخد سرعة رهيبة، بيمشي حتى على الحيطان، وبيعدي كل منافسينه. أظن عمري ما شفت حاجة زي كده قبل كده. لسه مكمله بسرعة مذهلة، سايب وراه كل منافسينه خرج برا المضمار. بس رجع تاني من الناحية الخضراء. اللي بيعمله سوبر دارك سونيك ده مش طبيعي. بيتفادى ده وبيسرع أكتر. مطة جامدة عشان وقته بيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. أهو سوبر دارك سونيك في المركز الأول. يا نهار أبيض، كل واحد أحسن من اللي قبله. وده ياخدنا لسونيك الياقوت بدراجته الجامدة. يا نهار أبيض، أهو جاهز تماما في 3 2 1، وبيطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، عندنا متسابق جامد تاني، شكله هيوصل بعيد جدا. الموتوسيكل ده جنان فعلا، وهو سايقه زي المحترفين. قفزة جامدة وقفزة تانية جامدة برضه. عملوا طيران خرافي وهبط بأحسن طريقة ممكنة. دلوقتي بدأ يسرع جدا جدا، وبيحاول يتخطى كل اللي قدامه. شاطر فعلا. أهو قدامنا بسرعة رهيبة. يلا يا سونيك من روبي، استعجل شوية، لو ما لحقتش مش هتوصل أبعد من كده. كمل وهو ماشي. ممتاز. يا نهار أبيض، هو سريع ازاي كده؟ بيسرع عشان يعدي الجزء الأخضر، وفعلا نجح. بس لازم يكون أسرع لأن وقته هينتهي فيه 3 2 1. الوقت خلص. سونيك بتاع روبي عملها ودخل المركز الثاني. يا سلام على الأداء الرائع. ودلوقتي خلي بالكوا، هايبر سونيك داخل بدراجته ذات ألوان قوس قزح. جاهز يا هايبر سونيك؟ يلا بينا في 3 2 1. وهايبر سونيك انطلق بكل قوته. شكله كده اندمج مع الموتوسيكل وبقوا واحد. هو سايقها كأنه جواها فعلا، وبصراحة سايقها كويس جدا. وها هي القفزة الرهيبة، وطيرانه ده كمان حاجة مجنونة، وهبط بشكل مثالي. وها هو مكمل بأقصى سرعة. هايبر سونيك رهيب فعلا، وشوف ازاي بيتخطى الحدود. السرعة اللي بدأ يوصلها رهيبة، وكمان ازاي بينط جوه الأنبوبة نفسها. خلاص وصل للمستوى البنفسجي، وبيبدأ يجري بأقصى سرعة يقدر عليها. أهو قدامنا سرعة هايبر سونيك رهيبة، مش بيبطل يدي كل اللي عنده في المضمار. ودلوقتي وصل لجزء الأنبوبة الخضراء، بس لازم يسرع عشان وقته هينتهي في 3 2 1. انتهى الوقت. وعشان كده هايبر سونيك خيب أمل الكل، وما دخلش حتى ضمن ال3 الأوائل. يا لهوي، وده معناه يا جماعة إننا هندخل دلوقتي على الموتوسيكلات السرية، وعشان كده جه دور سونيك الذهبي والموتوسيكل الذهبي. تمام، يلا نشوف الموتوسيكل الذهبي يقدر يعمل إيه. في 3 2 1، وطلع بأقصى سرعة. يا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ موتوسيكل تاني سريع بشكل مش طبيعي وخرافي. وها هي القفزة. مذهل، هبوط جامد جدا، قفزة رهيبة. ويا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ مش معقول السرعة الجنونية اللي ماشي بيها، ده جنان رسمي. يا جماعة، إمتى شفتوا السرعة دي قبل كده؟ أبدا. يا سلام، إيه العظمة دي؟ إيه الجنون ده؟ إيه الروعة دي؟
ساب الكل وراه حرفيا. السرعة دي جنان رسمي، عمرنا ما شفناها قبل كده. أيوة، يا نهار أبيض، بيعدي على الكل حرفيا. أخذ القفزة بإتقان ومحدش قادر يوقفه لحد دلوقتي، بس لازم يسرع عشان الوقت خلاص بيخلص. ووقت سونيك الذهبي هينتهي في 3 2 1. انتهى الوقت. وبكده عندنا سونيك الذهبي اللي بياخد المركز الأول، الميدالية الذهبية. طبعا منطقي. ودلوقتي يا صحابي جه الوقت نكشف عن آخر موتوسيكل لسونيك. سيبوا لايك واشتركوا في القناة لآخر مرة، عشان آخر موتوسيكل سري هو بتاع سونيك المليونير. يا لهوي على الموتوسيكل المجنون ده. أهو آخر موتوسيكل عندنا. جاهز؟ يعمل عرض جامد في 3 2 1، وبيطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ سونيك الغني ماشي بسرعة جنونية. عمري ما شفت موتوسيكل سريع كده في حياتي. ده فعلا شيء لا يصدق. السرعة بتاعته رهيبة، وبيمشي في أي اتجاه هو عايزه. لسه مكمل وبيسيب كل الشخصيات وراه. لو في موتوسيكل ممكن يكسب، أظن احنا بنشوفه دلوقتي. شكله هيخرج من الحلبة. بس يا جدعان، هو بيتبعه وهو بيستخدم التربو بتاع الموتوسيكل وهو بيطير. ايه ده يا جماعة؟ دي حاجة مجنونة فعلا. هبوط جامد جدا وداخل على طول في الأنبوبة الحمراء. مفيش أي منطق، وهو لسه مكمل ومحدش قادر يوقفه. كمان عدى سونيك الذهبي ونطة جامدة جدا. هو قرب يوصل لآخر السباق. يا نهار أبيض، عاملها بشكل جامد. وصل للأنبوبة الصفراء ومستعجل كمان. عدى الخبطة ووقته هينتهي كمان. 3 2 1. الوقت خلص. اللي عمله ده كان رهيب. يا له من عرض. كده سونيك المليونير بدراجته الجامدة بقى في المركز الأول، وبكده السباق بينتهي. وده هو الترتيب النهائي على منصة التتويج. المركز الثالث لسوبر دارك سونيك بدراجته السوداء الجامدة. المركز الثاني لسونيك الذهبي بدراجته الذهبية الجامدة. والفائز بدون شك هو سونيك الغني المليونير بدراجته النهائية. فيا صحابي، ده كان كل حاجة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ولو عايزين سباقات تانية للعربيات أو الموتوسيكلات أو المراكب أو أي حاجة، زي ما انتم عارفين، سيبوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واكتبوا في التعليقات ايه السباقات اللي عايزينها. وبكده أنا هروح البيت ماشي، عشان ما عنديش موتوسيكل. هنتقابل في الفيديو الجاي مع حاجات أكتر. مع السلامة.